أنا اليوم دا أحتفل بمناسبة صار عندي 100 سبسكرايبر على القناة، فهاي راح نشعل 100 رقم 100. شكرا لكل من سوى اشتراك بالقناة، وشكرا لكل شخص تابعنا خلال هاي الفترة. أشكركم شكرا جزيلا. وهذه الكيكة لكم، كيكة الجزر. راح أشوفكم اليوم شلون تسووها. نجيب نص كيلو جزر. أول شي نقشره، وهسه نبرش الجزر. شوف هذا الجزر وانا ما برشناه، نحطه بالكاس. اوكي، الجزر صار، برشنا هاي الكمية. نضيف 1 كوب كشمش او زبيب حسب انتو تحبون، ايش قد تحبون. واضيف 1.5 كوب جوز، طبعا اثرمه شوية ناعم قبل ما اضيفه. هذا نص. اوكي، هذا 1.5 كوب جوز. انا راح اشيل تقريبا نص كوب. هذا راح ازين بيه بس الوجه. شو هذا نص، يا هذا تقريبا نص. واخذ تقريبا خاشوقة اكل طحين، واحطها على الجوز والجزر واخلطها. هاي على مود شوية يسهل خلطها ويا المواد السائلة يعني. راح اضيف خاشوقة اللخ، خاشوقتين طحين، وخلطة سريعة. اوكي، 1.5 كوب شكر، 1 كوب زيت نباتي. الوصفة ممكن تصير 1.3 كوب زيت. أنا قللت 3 كوب زيت، وراح أضيف بمكانه موزاية. هذا شوية يضيف لنا تكستشر همين للكيكة. 4 بيضات. هاي البيضات طلعتها من الثلاجة تقريبا قبل ساعتين، لأن أريدها تكون بدرجة حرارة الغرفة. وهاي كلش مهمة على مود شنو؟ على مود البيض ينخلط ويا كل المواد، ما يتجمع بمكان واحد. زين، بس قبل ما نحط هذه نضيف الفانيلا، خاشوقتين كوب فانيلا. صار شوية أكثر. ننزل هذه، وعلى سرعة متوسطة نخلط البيض في دقيقتين. هاي أجيب موزاية شوية أهرسها بالشطة، وأضيفها ويا الشكر والزيت والبيض. أريدها تنخلط زين. اوكي، أضيف الموز وخلطة سريعة. وهسه أخلط المواد الجافة. 2.5 كوب طحين أو 300 جرام. إذا عندكم ميزان أكيد أفضل، لأن إذا يزيد الطحين يصير الكيك عبالك خبز. فكلش مهم إنه توزنون أو تقيسون مضبوط. خاشوقتين كوب بيكنج باودر، خاشوقة كوب بيكنج صودا، خاشوقة كوب ملح، خاشوقة كوب دارسين أو قرفة، وخاشوقة كوب جوز الطيب. أنا راح عندي هذا يعني فريش وان، راح أبرش فيه تقريبا خاشوقة كوب جوز الطيب. أوكي، ننخل هذه المواد الجافة، ننخلها كلها زين على مود لا يصير عندنا يعني منطقة متكتلة. شوفوا هذه لما ناخليها كان صارت تكتلات. اوكي، هسه نضيف هذه المواد
الجافة نضيفها للبيض والزيت. نضيف هذا الطحين شوية شوية، ما نكومه رأسا، نضيف شوية ونضيف المواد الجافة شوية شوية ونخلطها على سرعة متوسطة. اوكي نؤخر هذا. هسه نضيف قبل ما نضيف شوي نحرك الجوانب. اذا الجوانب ما مخلوطة زين على مود لا يكون اكو طحين متجمع لجوا، نخلطها خلطة بالسباتشولا. كل شي تمام. هسه نضيف هذا الجزر، نضيف اول شي نصه، خلطة خفيفة بس يتجانس شوية. نضيف الكمية الباقية خلطة سريعة. اوكي اوكي اجيب القالب. هذا القالب مالتي 7 انش. بس ارش الجوانب سبراي، وراح اخلي بارشمنت بيبر على مود لا يلزق. اوكي وراح اسوي قالبين لان هو هذا صغير، او اذا عندكم قالب كبير بكيفكم. وطبعا الفرن محمي على درجة حرارة 175. أدخله بالفرن لمدة 45 إلى 50 دقيقة. وعلى مود أتأكد استوى أدخل عدة الأسنان. إذا طلعت نظيفة معناتها استوى، إذا طلع بها عجين معناتها يراد لها وقت بعد. وأطلعها من الفرن وأخليها على الرف السلكي تبرد فد ربع ساعة. بعدين أطلعها من القالب وأشيل أوراق البارشمنت. والقالب الثاني خليت البارشمنت بيبر أو ورقة الزبدة لجوا وعلى الجوانب، هذا حتى على مود القالب يطلع بسرعة ويبقى شكله حلو. اوكي هسه نسوي الكريمة مالتنا. اول شي راح اضيف زبد. هذا الزبد طبعا بدرجة حرارة الغرفة، طلعته من الثلاجة تقريبا قبل 3 ساعات. كلش مهم يكون بدرجة حرارة الغرفة على مود النتيجة تكون حلوة وينخلط كل زين. واضيف ايضا قالب جبنة كريمية او طبعا ايضا بدرجة حرارة الغرفة، وعلى سرعة متوسطة نخلطه تقريبا دقيقة. ونضيف خاشوقة أكل فانيلا، وشوية شوية أضيف 2 كوب شكر مطحون. كلش ضروري ان نحرك نخلط الجوانب ايضا على مود لا يصير باودر. شوفوا قوامها اعتقد كلش زين. الكريمة صارت جاهزة، نبقيها بالثلاجة فد ساعة على مود تتماسك، ونبلش بعدين نزين الكيكة. اوكي هسه نبلش تزيين الكيكة مالتنا. نخلي هذه، نخلي القالب الاول بالنص ايضا، نخلي واحد. هذا الثاني واحاول اسنتره بالنص. 2 سكوب.
ومو تكون كلش عدلة، عادي عشوائية هم من حلوة تكون الكيكة. نقدر نخلي جوز شوية على الوجه إذا نحب. هذا زعتر فريش، أبلله شوية بعصير ليمون، أنفضها شوية أو حتى أخليها بكلينكس، بعدين أنزلها بالشكر كين. وأزين الكيكة بهاي أوراق الزعتر، تنطيها جمالية ولون حلو. شوفوا هذه الكيكة العظيمة، كيكة الجزر كيكة كلش طيبة وغنية بالنكهات من الجوز والكشمش والجزر، طبعا جوزة الطيب تنطيها أيضا نكهة طيبة. هسه أذوق الكيكة وأقول لكم إيش قد طيبة هي. ناخذ شوية كريمة وشوية من الكيك. كلش طيبة، الجوز نعطي نكهة كلش طيبة، لأن هي بيها جوز بيها كشمش، وحالات الكيكة مو كلش قوية. طبعا الكريمة أكيد شوية حلوة، كلش طيبة. جربوها إن شاء الله تعجبكم. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ومرة لخ شكرا لكل من سوى سبسكريبشن أو اشترك بالقناة أو شاهد القناة، شكرا جزيلا، ونشوفكم فيديوهات قادمة.